إزاي تحسب سعراتك الحرارية؟ تتحول من كده لكده. والفيديو ده للولاد وللبنات عادي. أول حاجة أنت كراجل في عدة عوامل تتحسب عليها السعرات الحرارية بتاعت يومك، فأنت إزاي هتحسب السعرات بتاعتك؟ المعادلة هتكون كالتالي: 10 في الوزن بتاعك زائد 6.25% في الطول ناقص 5 في العمر زائد 5. ده بالنسبة للولاد. أما بخصوص البنات فالمعادلة هتكون كالتالي: 10 في الوزن بتاعك زائد 6.25% في الطول ناقص 5 في العمر ناقص 161. والمعادلات دي مش هتنتهي عند كده، لازم عدة عوامل هتحسب سعراتك الحرارية عليها، ولما تخلص الحسبة دي هيطلع لك البي ام ار او معدل الحرق بتاعك من السعرات في اليوم. لو انت قليل الحركة هتضرب البي ام ار في 1.2. لو انت نشاطك قليل الحركة يبقى تضرب البي ام ار اللي طلع لك في 1.375 من 1000. ولو انت نشاطك متوسط بتتمرن من 3 ل 5 ايام في الاسبوع هتضرب البي ام ار في 1.55 من 100. ولو انت نشاطك عالي وبتتمرن من 5 ل 7 ايام في الاسبوع يبقى تضرب البي ام ار في 1.725 من 1000. ولو انت نشاطك اعلى من كده بكتير يبقى تضرب البي ام ار اللي طلع لك في 1.9 من 10. والرقم اللي هيطلع لك هيمشي على حسب نشاطك اليومي والخطة اللي انت ماشي بيها. لو انت هتضخم هتزود 500 سعرة، ولو انت هتنشف او هتقلل من الوزن هتقلل 500 سعرة. فمثال: لو انا وزني 70 كيلو يبقى هضرب وزني في 10 زائد 6.25 في الطول. لو طولي 185 فهضرب ال 6.25% في الطول بتاعي اللي هو 185 ناقص 5 في العمر. لو انا عمري 17 يبقى هقول ناقص 5 في 17 زائد 5. البي ام ار بتاعي هيطلع ب 1776. فلنفترض ان النشاط بتاعي في الاسبوع من 3 ل 5 ايام تمرين. هضرب البي ام ار اللي طلع لي ال 1776 في 1.55 من 100 هيطلع الناتج 2753. فلنفترض ان عايز اضخم يبقى هزود 500 على الرقم اللي طلع لي هيطلع الناتج ب 3253. ولو انا بنشف هنقص 500 هيطلع الناتج 2253. وبس كده. سلام.